ولا بيض ولا لبن. النهارده هنعمل القرنبيط المقرمش بشكله الجميل ده. هنبدا نشوف كميه القرنبيط اللي عندك اللي تعجبك، هنقطعه صغير ونبدا نقشر العروق. هنجيب حله على النار نحط فيها ميه، اول ما تغلي هنحط رشه من السكر ونعصر نص ليمونه. السكر بيديله طعم حلو، برده ماده حافظه لو حبيتي تشيليه في الفريزر. والليمون بيفتح اللون، بيديله لون ابيض وجميل. اول ما يغلي معانا لو هتشيليه في الفريزر يبقى دقيقتين وتطلعيه على طول، تسيبيه يبرد وتشيليه في الفريزر. النهارده هنسويه. اول ما على طول كده يستوي نحط الشوكه نلاقيه استوى، هنبدا نشيله، نصفيه من الميه خالص، ما نحطوش تحت الميه ولا حاجه، احنا بنصفيه من الميه ونسيبه يبرد براحته. وهنشوف بقى الخلطه معانا اللي هنعملها من غير بيض ولا لبن، اقتصاديه جدا بالميه. هنبدا نشوف هنعمل ايه وايه اللي هيخلي لونه ذهبي كده. هنسيبه بقى يبرد ونشوف. هنجيب الخلاط بتاعنا، هنحط فيه كوبايتين من الدقيق، كوبايه من النشا، كوبايه ونص ميه. هنبدا بقى نشوف بعد ما نضربهم كده في الخلاط هنشوف التقل بتاعهم، لو احتاجوا ميه تاني او دقيق. اهم حاجه يكون القوام زي قوام الكيك كده، يكون تقيل. هنحط معلقه صغيره بيكنج باودر، وهنحط مكعب فاين فوز بيديله طعم، ده اختياري. وهنحط رشه من الزعفران بودره متوفر عند العطار، بيدي لون حلو بس ما ياثرش على الطعم ولا الريحه ولا حاجه، هو لون بس. شايفين اللون الجميل ده والتقل اللي احنا عايزينه زي قوام الكيك كده. هنبدا نحضر بقيه المكونات اللي هنحطها. معانا التوم، معانا كمون وملح وفلفل اسود، هندقهم في الهون كويس جدا. نبدا نحطهم ونقلب. الخضره بقى براحتك، هنكون محضرين الخضره مقطعينها. تقدري تحطي بقدونس وكزبره بس، وممكن تحطي بقدونس بس. ولو حبيت تحطي شبت يبقى حبه صغيرين عشان الشبت بيمرر شويه. هنحط بقى القرنبيط بتاعنا، نسيبه في الخلطه دي مده نص ساعه كده او اكتر زي ما يعجبك، بس اهم حاجه ما يقلش عن نص ساعه عشان يتشرب من المكونات دي كلها ويدي طعم حلو. ما نحطش بقى المقدار كله، يعني دوبك على قد الخليط بتاعنا عشان ما يتهريش. هنحضر بقى طاسه على النار فيها زيت، نكتر الزيت شويه ونحط معلقه صغيره نشا. النشا هتخلي الزيت يفضل زي ما هو، مش هيتحرق، وكمان هيفضل المقدار زي ما هو كده مش هيقل. اول ما الزيت يسخن، اهم حاجه الزيت يسخن كويس جدا الاول، وبعدين نبدا نحط القرنبيط نص واحده واحده كده. نحاول نبعد كده عشان ما يلزقش ببعضه، يا دوبك بس على قد الطاسه، ما نكترش علشان برضو الزيت ما يبردش مننا ويطرى القرنبيط. ما نهديش النار خالص، هي نخلي النار كده متوسطه وحلوه، علشان لو هدينا النار هيتشرب الزيت وهيبقى وحش. عايزينه يبقى مقرمش نخلي النار عاليه، وطبعا النشا بتساعد برضو على القرمشه. الخلطه دي جميله جدا واقتصاديه، ولا بيض ولا لبن ولا حاجه. جربيها ان شاء الله تعجبك. هنحاول بقى كده نبعد بينهم. اول ما ياخد لون من تحت هنبتدي نقلب واحده واحده كده لحد ما ياخد اللون اللي احنا عايزينه. اللون ده حلو، لو حبيتي تغمقيه عن كده غمقيه. هنجيب طبق بقى نحط فيه ورق مناديل، بس يعني ما نقعدوش كتير في ورق المناديل، يا دوبك دقيقه بس عشان الورق المناديل هيطريه لو سيبناه على الورقه كتير. اول بس دقيقه كده ونشيله. شايفين الزيت لونه فاتح زي ما هو، ولا تشربه ولا حاجه، وكميه الزيت زي ما هي. النشا بيساعد على كده ويخليه مقرمش، وبرده البيكنج باودر بيخليه ينفش كده ويديله كفر حلو. اتمنى لو عجبك الفيديو تعملي اللايك. القرنبيط بقى بناكله جنب طبق سلطه كده حلو، او ممكن مسقعه جنبيه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وبألف هنا.